بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد عبد الحميد الهواري في المرحلة الإعدادية، يعني مش طفل صغير ومش كبير قوي. المرحلة ديت اسمها مرحلة أنا موجود ولا غير موجود، وأهلي شايفيني لسه صغير. أول مشكلة اللبس والشكل. فجأة لقيت نفسي بقف قدام المراية ساعة قبل المدرسة، كلكم نفس الوضع. بتقول القميص دوت هيخليني شيك ولا هيديني على شكل عيل صغير، وتيجي أمك تقولك البس اللي أنا جايبهولك وخلاص. وهنا تبدأ المعركة. تاني مشكلة الصحاب في الإعدادي. الصحوبية بتبقى حياة أو موت، يعني لو صاحبك ماشي مع حد غيرك بتحس إن الدنيا اتقلبت فيلم أكشن. تالت مشكلة الموبايل والسوشيال ميديا. انت عايز تعمل تيك توك وتظهر نفسك جامد، واهلك شايفين انك هتبوظ مستقبلك. رابع حاجة وهي المذاكرة. انت عايز تذاكر بس بروقان، والمدرسين واهلك شايفين انك لازم تذاكر كأنك داخل كلية طب بكرة الصبح. خامس حاجة وهي مقارنة الأهل. شوف ابن خالتك، شوف ابن خالك. يا جماعة هو ابن خالتي وابن خالي أصلا بيذاكروا هما في اللفة، طب أنا أعمل إيه؟ لكن وسط كل ده عايزة أقول إن المرحلة دي أحلى مرحلة، وهي اللي هتكون شخصيتك. حاول تختار الصحاب الصح، ما تقلدش حد غلط. واللي بيضحك عليك النهاردة بعد كام سنة انت هتضحك عليه. اظن فهمتوني والرسالة وصلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.